هنتكلم في قصه التغذيه. انا وكمان بس انا مش هقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه، لا انا عايز امحي من دماغك شويه الخرافات اللي بتسمعها دي. لو انت عايز تعرف ايه الاكل اللي بياكله فلان فبقى كده، لا قصه مش كده خالص. القصه انا هقول لك السيستم، هقول لك الطريقه تعرف تعمل بيها توصل للحاجه المثاليه ليك يعني. لان طبعا زي ما انت شايف منتشر على السوشيال ميديا، شوف طريقه اكل صلاح، مش عارف شوف مش عارف مين كريستيانو رونالدو بياكل ايه، فانت تشوف المقادير وتروح تاكلها هي. وهنا المصيبه، لان في اصلا رياضيين عالميين انت بتشوفهم بياكلوا ازاي وبتروح تطبق، واصلا النظام ده مش نافع غير ليهم هم. يعني صلاح ده اكل صلاح والكميات بالذات، انت كمان بتاكل كميات صلاح، دي مصيبه اكبر. يعني ده على حسب وزن جسمه وعلى حسب احتياجه، وهياكلها في امتى بالظبط في يوم. فانت المفروض بتعرف وزنك وبتعرف السعرات اللي ليك فيها وتعرف الاكل اللي يجيب معاك حلو، غير اكل صلاح خالص. وواحد زي مثلا ليبرون جيمس ده راجل اصلا تقريبا بياكل، يعني نظامه مضر اصلا لمعظم سكان الكوكب، بس هو نافع معاه. هتلاقوا في لعيبه على فكره تلاقيها بتنزل ما بتاكلش خالص. ليبرون جيمس يعني ممكن يقلل الكارب، او ممكن يوصل لكيتو عادي اللي هو ما فيش كارب خالص، حاجات بسيطه، وينزل التمرين عادي. هو بعد وراه دكاتره وراه ناس يعني، وهو ده اصح ليه، مش صح لغيره. ما تجيش انت تشوف كده تقلد. فالقصه كلها انا اقول لك السيستم ماشي ازاي، الطريقه. قصه اللي انت تفتكر ان الاكل الصحي اغلى من الاكل العادي، دي مصيبه. دي موضوع فاشل. انت لو بتاكل عادي وبتحب تاكل، لا هتصرف اكتر. تاني حاجه، القصه مش قصه اكل صحي واكل عادي. شوف انا واخدك نقطه تانيه، القصه في قصه سعرات كالوريز. انت ليك قد ايه في اليوم ما تتعدهوش، كلت كده كلت كده. احنا بنتكلم ان انت راجل لعيب كوره فعايز تاكل اكل نظيف. لكن لو انت اللعيبه اللي بتتخن وما بتتخنش، لا انت شوف انت ينفع تاكل ايه من السندوتش المضر ده، خد ما تعديش الكميه مش هتتخن. القصه مالهاش دعوه، احنا معديين مرحله انك تتخن وما تتخنش. فتاني حاجه بقى اللي هو فورمه اللزاج زي بتاع اللي بيعمل فورمه الساحل عشان يسافر يروح يصيف ده. انت مش رايح، مش عامل فورمه عشان تصيف يعني. انت مش اسبوعين شهر وبعد كده تقول لي خلاص، فاكر ان الشهر ده هيسندك الموسم كله. الحاجه بقى المهم، انت وجباتك دي بتعمل معاها ايه يعني. انت او هلخصها لك، انا يا سيدي لو اكل وجبتين او باكل ثلاثه بقسمهم. يعني ثلاث وجبات بتبقى سته، لو اكل وجبتين يبقوا اربعه. كميات ومقادير، انت جسمك من اخره يمتص كميه معينه من العنصر اللي عايزه، او كميه معينه. مثلا انت اخرك، انا مثلا، انت مثلا جسمك عايز ياكل طبق الرز ده، انت عايز تستفيد بطبق الرز هتاكله كله. جسمك عايز نص الطبق بس عشان يعرف يمتصه، النص التاني ينزل في الحمام. فانت تعمل ايه؟ طبق الرز تقسمه نصين، النص الاول تاخده فالجسم يمتصه كله، تهضم، تستنى الوجبه التانيه تاخد النص اللي بعده، فجسمك كده استفاد من الكارب اللي عايزه، وهيستشفى بسرعه، وجسمك هيكبر بسرعه. كله ده داخل العضلات، او كله علشان تتعالج او علشان تكبر. فانت فهمت ان انا عايز اوصل لك ايه؟ قيس على اكلك كله. انت جسمك محتاج مقادير من كل حاجه معينه، مقادير من الكارب، مقادير من البروتين كده. مش مش عشوائيه، مش قصه انا باكل اكل نضيف. ده انا رحت لقيت مش عارف نص فرخه في البيت طاجن، انت اكلت طاجن نص فرخه مره واحده كده؟ انت كده ايه؟ مش فاهم كده. انت اعتقادك انك عملت عضلات. تاني حاجه، انت مالكش دعوه بقصه العضلات. انا لما بنزل صوره ولا بنزل حاجه، انا بتمرن علشان وظيفه جسمي في الملعب تبقى كويسه. مع اكلي والتمرين بلاقي جسمي اترسم، فباخد صوره بتاع، لكن مش ده هدفي، مش ده الهدف نهائي. الميه ده انتيمك. انت كرياضي او شخص عادي والله انت مالوش في اي حاجه، انت كرياضي انتيمك الميه يعني، ما ينفعش تتخلى عنها. يعني مش اقل من 4 لتر تشرب. انا في لعيبه ممكن تبذل مجهود كبير وتيجي تشوف في يومها تشرب لتر واحد، دي مصيبه. بعد كده يلوم المعد البدني انه ما بيعرفش، او المدير الفني ان ادانا شغل تقيل علينا وبهدلنا وجاب لي شد. لا، الشد ممكن يكون جاي بسبب تقصير حضرتك وجهلك، انك مقصر في الميه، مش مرطب العضله بتاعتك ولا مديها الاكسجين اللي محتاجاه. انت ازاي يعني يعني عايز العضله تستحمل ازاي وانت مانعها من الاكسجين؟ ده طبيعي. غير اصلا ان الشخص اللي معاك جاهل ومش مخليك تشرب ميه في نص التمرين، هو يا دوب كده بق كده في مش هينفع. هو بيأذيك وانت اصلا جاهل، اصلا مش شايف. غير ده المفروض اصلا انت لو عدى تمرينك 60 دقيقه بتجيب الاملاح المعدنيه، او اللي هو الالكترولايت ده، او ميه ملح بتعوض الحاجات دي. انت متخيل؟ فانت اصلا مقصر في الميه. المعادن، قصه او في بعض الحالات بتحصل لك بيبقى بسببها نقص عنصر معين في جسمك محتاجه، سواء حديد، انت محتاج زنك، عايز مغنيسيوم، عايز بوتاسيوم، عايز. شوف ايه الحاله ودور، انا حاسس بكده فانا اشوف ايه اللي ناقصني. عامل جسمك كلغز. انت مستصعب الموضوع. لا، انا على مدار السنين دي تخيل بقيت عارف جسمي ايه اللي حصل له ومحتاج ايه. خلاص بقيت اكل ومركز في الاكل اللي انا باكله،
انا بقيت حالتي كويسه، اشوف انا اكلت امبارح او من يومين. انت فاهم؟ ما تستهونش بالسرح اللي بتسرحه والماتش شغال وانت زي مركز وسرحت. شوف انت اكلت ايه. التغذيه ده الرياضي مش عشان تتخنه ولا تخسسه، يا بتحافظ على وزنك المفروض، بس احنا عايزين ادائنا يبقى احسن. يعني صدقني انت لو هينفع تتخن شويه بس ادائك يبقى احسن. جسمك محتاج يبقى فيه فاتس مثلا، انت من اللعيبه كده عايزه باور وبتاع. في لعيبه على فكره وزنها كويس عليها، لو خست تقل جوه ده يقل. انت فاهم؟ تاني حاجه بقى قصه السكر. الناس اللي بتعتبر السكر ده في البسبوسه، في الحاجات المسكره، لا نهائي. ده عادي جدا. السكر موجود في العيش، المعجنات، في حاجات كتير حواليك، في معظم النشويات. في كوارث السكر ده. في فاكهه تبهدل لك اكتر من السكر. الناس اللي بتاخد فاكهه مكان السكر يعني كده عامل دايت. تعالى بقى قصه اللعيبه عامل. انت كده بتبهدل نفسك، هتتخن عادي وهتضر نفسك وهتعلي السكر برضه في جسمك عادي وهتتبهدل. ما هي اللي بياخد يحط العسل في مكان الشاي والقهوه، طب ما ده طبيعي يعني. نفس القصه سكر. ده لو العسل كمان كويس نضيف يعني نوع كويس برضه سكر. تعدهم معلقه الصبح، ولو معلقه يعني معلقه ثانيه، باخد معلقه واحده يعني في اليوم لاسباب صحيه. تاني حاجه انا راجل باخد دي، ما بكلمكش في قصه السكر والنشويات الحاجات اللي هي. انا بكلمك في قصه السكر مش هنتخن علشان الاستشفاء. انت فاهم؟ والالتهابات ده قصه تانيه، وروح ابحث في الموضوع ده وشوف. انا مش جاي احكي وبس، انا عارف الكلام ده اول مره الناس تسمعه، لعيبه الكوره يعني. فلا السكر حاجه كبيره قوي في الاستشفاء. انت مش متخيل السكر بيعمل فيك ايه اصلا لما بتلعب على مستوى احترافي. لا بيفرق لما تمنعه. وبعد اذنك ما تتعاملش مع الموضوع من الاول وتاخده من بره كده مني اللي هو حرمان، وتاخد من لعيبه اللي هو تسمع فيديوهات بقى ان انا حارم نفسي من حاجات ووصلت لكده وبتاع. الموضوع ده كدبه. الناس دي بتساء عليك. هو في الاول بس والله ما عديت الشهر هتلاقي الموضوع بقى عاده. الاستمراريه قوتها وقادره تغسل مخك، تخلي ان العاده دي هي الطبيعي. فانت هتدخل زي ما تقول العجله كده، دخلت العجله هتلاقي اسلوب حياتك اتظبط لوحده. يبقى وغير كده اليوم اللي هتلخبط فيه مش هيأثر فيك. ايوه انا مش ظابط يوم، انا ليا ايام بفتح وباكل اللي نفسي فيه عادي. خلاص جسمي اتعود على حاجه معينه، ماشي على سيستم. ده بقى بالعكس، انا بقى من كتر ما لو بوظت يعني اليوم التاني صح متأنب ضميري. ده نتيجه الاستمراريه. انت فاهم؟ يعني انت مش انت خلاص عايز ترجع لنظامك اللي ماشي عليه. انت فاهم ازاي؟ يعني افترض انت ما اقتنعتش بكل ده، اجيب لك الخلاصه. انت شهادة الاكل مش هتنفعك لما تيجي تنط جنب تلاقي نفسك تقيل، ولا تيجي تجري تنهق من الحموضه. انت فاهم؟ ولا يبقى عندك اصابه تلاقي نفسك مش عارف ترجع عشان حضرتك بتاكل غلط، مش مغذي جسمك صح. بتسيبه كده يتعالج لوحده. فبطول الاصابه انت مش مدرك انت لو اهتميت بالتفاصيل دي اللي قلتها كلها هتلاقي نفسك الموضوع جري ازاي. الخلاصه، افهم جسمك، اعرف احتياجاته، حدد هدفك، هتلاقي فورمه دايما، صحه، اداء. امشي على نظامك انت. شوف ودور، الحق اعرف جسمك. على المدى الطويل هتنبسط، هتستمتع بجد، هتبقى الرحله جميله، هتبقى عارف تفاصيل التفاصيل. الحق شوف حد يعرفك انت عايز ايه، عايز تاكل ايه اللي ينفع معاك يوم الماتش وما ينفعش معاك يوم التمرين. انت فاهم ازاي؟ في اكل ينفع يوم الماتش واكل يوم التمرين. شوف تاكل الصبح قبل التمرين بقد ايه تبقى ده كويس. لما باكل قبلها ب3 ساعات ب5 ما باكلش خالص. انت فاهم؟ انا مش عايز اقول لك يعني في تفاصيل. الموز اصلا مضر لمعظم اللعيبه. يعني في لعبه لا طبعا الموز حلو ليها، وفي لعبه الموز بيقلب مع العكس. ده مش دليل. اختلاف اللون اصلا. الموز نفسه بيفرق اصلا في الفايده دي. بص، ادخل انبسط، هتلاقي بحر كبير قوي في التغذيه، هتعرف نفسك. انا بقول لك كده لوجه الله، الواحد خبرته، واحد جرب انظمه غذائيه بص، وفي ناس ضيعته كمان لحد ما لقى الحل.